كان في عملاق طوله 100 متر بيصطاد في الغابة. لما الراجل شاف كده خاف جدا، فنزل بسرعة في المية واستخبى. بعد لحظات جاك شاف معزة اتحولت فورا لأكل للعملاق، وفي نفس الوقت صاحبه اللي كان مستخبي ورا شجرة كبيرة بدافع الفضول لف راسه يبص، لكن الحركة دي لفتت انتباه العملاق ليه. وبعدها بينما العملاق كان ماشي ناحية الشجرة الكبيرة، جاك طلع راسه بسرعة من المية علشان ياخد نفس. من ناحية تانية لما العملاق قرب من الشجرة، صاحب جاك حس فجأة إن في خطر، فاتخض جدا وقام يجري فورا. لكن رغم كده العملاق قدر يمسكه بسرعة. في اللحظة دي لما جاك شاف صاحبه اتقبض عليه، ملحقش حتى يستوعب اللي بيحصل، وساعتها القبطان اللي كان مش بعيد عنهم اندفع لقدام بسرعة وحاول ينقذ صاحبه. لكن في اللحظة اللي بعدها اكتشف إنه مش قد العملاق خالص، وفعلا ما عداش غير دقيقة واحدة والعملاق سيطر بسهولة على الرجلين. وفي الوقت ده لما جاك شاف العملاق بيلف ويروح ناحية ضفة النهر، فهم كويس إنه مستحيل يقدر يغلبه. علشان كده ومن غير أي تردد استخبى تاني في المية. وبعد شوية العملاق بص قدامه وعدى من جنب جاك من غير ما يوقف، وما قامش جاك غير لما العملاق بعد مسافة كبيرة، وساعتها بدأ يمشي وراه بهدوء ومن غير ما يحس. وهكذا علشان ينقذ صاحبه جاك فضل ماشي ورا العملاق لحد ما وصل لمعسكره، وهناك اكتشف إن الأميرة كانت محبوسة. وبعدها مستغل إن العملاق كان مشغول مع صاحبه، جاك جري بسرعة ناحية القفص وحاول ينقذ الأميرة الأول، لكن اتفاجئ إن قوته لوحدها ما كانتش كفاية علشان يرفع القفص الحديد، وما كانش قدامه حل تاني، فقرر ينقذ صاحبه الأول. لكن بعد لحظات وقبل ما جاك يقرب، العملاق رمى القبطان جوه الفرن. ولما جاك شاف إن الموقف بقى صعب جدا، طلع بسرعة على الحبل لحد على الفرن. لكن في اللحظة اللي بعدها وقبل ما يلاقي طريقة ينقذ بيها الناس، شاف الأميرة اللي في القفص واللي كانت كمان على وشك تبقى وجبة للعملاق.